المحلة البلد الوحيدة في مصر اللي بتفطر فول نابت لحد النهاردة، وبعيد عن باقي المحافظات اللي بتفضل الفول المدمس اللي كلنا عارفينه. بس يا ترى دي عادة قديمة ولا السر في الشوربة بتاعته الجميلة؟ النهارده احنا في المحل علشان نفطر اشهر فطار عند المحلويه وهو الفول النابت. بس من الواضح ان السندوتش ده مقامه كبير عند المحلوية علشان معاه شوية شوربة من اللي بيفضلها جميع الناس وعندهم هي الاساس. الشوربه دي لابد عنها، دي زي المؤاخذه اللي تخش مطعم من اللي هو بتاع الحلويات اللي بيقولوا على الكرش والكلام من ده، دي زيها بالظبط. والفول النابت معروف من قديم الازل عند المصريين، وتحديدا من ايام الفراعنه وعصر الفاطميين، ولحد النهارده مستمر في المحله الكبرى، ويعتبر من افضل الاكلات للسكان الاصليين. عشان نتكلم على المحله هنا اكيله. المحله هنا بتقدر اللقمه النظيفه، بتقدر اللقمه الممتازه. والنبت سلطه وفول، الحبايه بخيرها، الحبايه سليمه مش مهروسه ولا واخده ميه ولا واخده اي حاجه، ده حبايه بخيرها بالعيش البلدي بالسمسم وحبه البركه بالليمونه بحبه الشوربه، حاجه تطلعك السحاب بفضل الله. دي ده ليمونه تبقى حاجه ثانيه، تبقى مجنونه. وده الراجل اللي ورا الكاميرا، وده السندوتش اللي محير المحلويه كلها. طبعا ابو اسماء راجل متواضع جدا، هتلاقي صورته في المكان كله، على اليافطه وعلى السفره وعلى اي حاجه. طعمه جامد قوي، لذيذ، حاجه تشدك.